ولكن كثير من الحقائق والمعارف ما تعرفنا عليها إلا من خلال مقامات الأولياء. قلنا يعني كي نلقوا واحد من الأولياء عنده مقام كبير وعظيم نقول له هذا قطرة في بحر سيدنا رسول الله، هذا ومضة من شمس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأحكي لكم حكاية طريفة. في الصغر بدأنا نقرأ في كتب الصالحين، وبحكم انتمائنا للطريقة القادرية جزا الله عنا ساداتنا وأجدادنا خير، وجدنا كتاب بهجة الأسرار في ترجمة الشيخ سيدي عبد القادر قدس الله سره. وتعرفون يعني مقام الشيخ ويعني مقام القدرة الذي ظهر به الشيخ، فيتكلم في الحضرة يعني بقوة، يعني لا سيما في المقامات، يعني لا في الأحوال، في المقامات. بحكم صغر السن وبدأنا بادئين بالشريعة يعني نقرأ وكذا، الواحد يعني عاد في قلبه شيء، يعني درك واش خلى الشيخ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كي نقرأ في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجد شيء، نجد يعني لا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي إلى الله سبحانه أن ينصره على أبي جهل وأمية وفلان، ويعني ساداتنا الصحابة يقولوا سيدنا رسول الله ما تبكيش درك ينصرك مولانا وما تخاف يا سيدنا رسول الله رانا معاك، ويعني وهكذا وخلاص. وحزن سيدنا رسول على سيدة خديجة، وكرم مولانا سبحانه وتعالى أعطاه الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج هو سيدنا جبرائيل كل شاف سيدنا رسول الله يقول له سيدنا جبرائيل هذه وهذا، وفي النهاية وصل سيدنا رسول الله شاف سيدنا جبرائيل ومن بعد ولا هو معاه سيدنا جبرائيل من هنا من تحت طلع باش يشوف سيدنا جبرائيل وعاود ولا. هذه سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نعرفها. كي نوصل الشيخ تواصل مباشر مع الله سبحانه، هيمنة حتى على الملائكة يعني شيء عظيم. يعني للإنس شيخهم وللجن شيخهم وللملائكة شيخهم وأنا شيخ الكل. يعني هذا مقام يعني هيمنة كبيرة سبحان الله. فهدانا الله سبحانه وتعالى من دون يعني تدبير ولا أي كما نقول احنا دخل أي شخص، يعني الحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه من علينا بهذا المفهوم، أنهم يتكلمون على لسان حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزال الإشكال، كان مفتاح لكمالاتهم لكل كراماتهم ومقاماتهم. فمنذ ذاك الحين صرنا نتعشق الأحوال العظيمة والمقامات العظيمة أكثر، لأن كل اللي لقينا عنده مقام يعني هكذا غريب وعجيب نقولوا أنت صاحبنا، بالتالي تعرفنا على سيدنا رسول أكثر. أما اللي يتكلم على احتشام يعني هذا ما يعرفناش أكثر، من تخوفوا آنذاك يعني، لا سيما الخمريات الكبيرة يعني التي فيها كما نقولوا احنا باين فيها لسان القدرة والهيمنة، الذي يسميه البعض قد يسمونه شطحات، ولكن ليس بشطحات، هذا لا، تكلم على لسان الحضرة المحمدية.